تكون راجع بالليل لوحدك وتسمع خطوات وراك، وبعدين تكتشف إن اللي ماشي وراك هو القاتل المقنع اللي المدينة كلها بتترعب منه. اشترك في القناة واضغط لايك وصلى على النبي علشان القصة الجاية يمكن تكون عنك. ويلا نبدأ الحكاية. في مدينة صغيرة هادية كان في قاتل متسلسل بيختار ضحاياه بطريقة غريبة. كل ضحية كان بيلاقيها الشرطة وجنبها وردة سودة. مريم شابة عادية راجعة من شغلها بالليل، الشارع فاضي لكن حست بخطوات وراها، خطوات بطيئة تقرب أكتر. كل ما تسرع الخطوات تسرع معاها. التفتت فجأة مفيش حد، وهي بتفتح باب العمارة شافت في المراية على الحيطة راجل طويل لابس اسود ووشه مغطى بقناع أبيض ما فيهوش أي تعبير. فجأة النور قطع، قلبها دق بسرعة، فتحت موبايلها تستخدمه ككشاف، لكن المكان كان فاضي. وهي تطلع السلم لقت على أول درجة وردة سودة. بصت حواليها لكن مفيش أي صوت غير همسة خفيفة بتقول الدور جالك. من بعدها مريم اختفت، والوردة السودة بقت علامة الخوف الجديدة في المدينة. لو كنت مكان مريم كنت عملت إيه؟